الضرب ذهنيا بالمضاعفة. عند الضرب في 4 نقوم بالمضاعفة مرتين، وعند الضرب في 8 نقوم بالمضاعفة 3 مرات، وهكذا. مثال: 14 ضرب 4. 4 تساوي 2 ضرب 2. 14 ضرب 2 ضرب 2. 14 ضرب 2 تساوي 28. 28 ضرب 2 تساوي 56. إذن 14 ضرب 4 تساوي 56. مرحبا، أنا الخوارزمي الصغير. عرفنا القوة أن نجمع العددين كل منهما مكون من واحد بالحجم تصاعدي. أضم المجموعتين وأحصل على المجموع. والآن هيا نقسم تصاعديا مع الضفتة. 1 المسألة. 2 من الغربان يقفان على الشجرة، زاد عليهما 3 فكان المجموع. سوف نتخيل أننا في 10 وسوف نمشي 3 خطوات. أين سوف نصل؟ إلى رقم 5. أحسنتم. إذا أصبح في الشجرة 5 غربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطالب عبد الرحمن عادل الزياني من الصف الرابع في القواعد. طريقة الضرب ذهنيا. المضاعفة. هذه المسألة 12 في 4. 4 هي 2 في 2. نأخذ 12 في 2 ويخرج لنا 24، ونضع 24 في 2 ويخرج لنا ناتج 48. في هذه المسألة 44 ضرب 5. 44 ضرب 10، لأن ضربنا 5 ب2 ويخرج لنا الناتج 440. ثم نصف 440 إلى 220. العوامل. في هذه المسألة 12 ضرب 6. العوامل 6 هي 2 في 3. فنأخذ 12 ونضربها في 2 وخرجنا الناتج 24. نأخذ الناتج الأول 24 ونضربها في 3 ويخرج لنا الناتج 73. التعويض. في هذه المسألة 12 ضرب 9. تقرب إلى أقرب مضاعف للعدد 10. 12 ضرب 10 يساوي. السلام عليكم، معكم الطالبة مريم حسن يوسف من صف سادس 1 من مدرسة بيت الحكمة الابتدائية للبنات. الجمع بالتجزئة. كيف نجمع العددين 452 زائد 321 باستخدام الجمع بالتجزئة؟ أولاً نجمع المئات. 400 زائد 300 يساوي 700. ثانياً نجمع العشرات. 50 زائد 20 يساوي 70. ثالثاً نجمع الآحاد. 2 زائد 1 يساوي 3. الآن نجمع 700 زائد 70 زائد 3 يساوي 703.